بعرف ما هذا فضيلة. بس معلش يا بنت البستانة يا آدمية، انت مفكرة انه حديثك بده يمرق هيك؟ ما راح يمرق هيك. الضريبة اللي كانت عم تدفعها العالم للقوات اللبنانية هي تيحملوا سلاح، تيزبطوا حالهم، تيدافعوا عن البلد لوقت الدولة، مثل ما هلا مش عم بتدافع عنهم. ليكوا بشرق صيدا شو عم بصير. شفتوا النموذج الفلسطيني كيف كان بده يحكم البلد؟ مثل الإيراني، مثل السوري، نفس الشيء. الضيعة ضد بعضها، عائلات ضد بعضها. هذا اللي كان رح بيصير يا ست ندى البستاني. على كل، تحية للشعب الفلسطيني يلي ضيع البوصلة وعم بيقتل حاله بشوارع لبنان. تحية للجيش اللبناني القبضاء يلي يا حبيبي الجيش اللبناني. ولخي عاية عيد عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تمديده. ولك انتو ما خصكم بالعياد، ما خصكم بالجيش. وليكو شو عاملين الوطيرة على المخيمات تيقتلوا بعضهم؟ وخلص لشو سلاح عالم، سلاح غير سلاح الدولة لشو؟ مش العون. ولا يا عمي ما في ضباط؟ ولا ما في ناس عندها كرامة بقى؟ شعب لبناني كلكم متوا من الجوع وما فرقني معكم. واو واو واو. ليكو يوما ما بعرف كيف حيفلت الملاء. يوما ما لان في ناس بعد مش معتمدين انه هلا معتبرين في خطر لبنان تيحملوا سلاح. ما بعرف اي متى راح بيكون الخطر بكتابهم. بس بدي لكم شغله، هاي الفرصه اللي اعطيكم اياها اكثر من فرصه، فرصتين او ثلاثه اعطيكم اياها سمير جعجع تتعملوا دوله وترتاحوا من هول الزباله، ما عملتوها. يوما ما والله يطول عمر سمير جعجع ما راح تقبلوا انتو يجي رئيس جمهوريه هو، وما راح تقبلوا حدا مثله يجي، وراح تقبلوا حدا نظيف يجي. بدكم تحاولوا انتو منظومه الفساد تجيبوا حدا مثل ميشيل عون، او حدا اذا مش فاسد هالقد حدا ما يعمل شيء مثل نظام، مثل وقت لجا ميشيل سليمان. كمان ما عمل شيء، قاعد ميشيل سليمان هدى خبريه، هديها هون وهديها هونيك، ما عمل شيء. قائد جيش اجى رئيس جمهوريه بدل ما يجي يجيب جيش يعمل لهم قاعده ويقول لهم تعالوا كل السلاح مش شرعي لمو، ما عمل شيء. ما بعرف ليش، ما بعرف مين ما خليه، ما بعرف كيف الخبريه. بعرف شغله وحده، انه لبنان بده رجال عنده اراده نظيف وعنده دماغ كيف يستعمل القوة اللي موجودة بالجيش اللبناني ويطعمها بقوات بشرية نظيفة تدعم هالجيش اللبناني، تنلم كل هالسلاح من القباش، تنخلص من خبرية شرق سودا اليوم وبكرة وامبارح كانت قرنة السودا والقبلة ما بعرف وين. يعني للأسف عيب الشوم يا عيب الشوم، لا عدالة لا محاسبة لا شيء. وقاعدين بيقولوا لنا ايه لبنان احلى بلد. عيب الشوم عليكم، شو عملتوا بلبنان؟ انتوا خرجكم تعيشوا بلبنان او ببلد مثل لبنان؟ يا عيب الشوم عليكم. على كل شكرا يا ندى، كل فترة بتعطيني مجال انه انا رد عليكي واطلع احكي.